الدكتور عباس شرائي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة، والمتحدث الرسمي بقى له أكتر من 10 سنوات عن الحكومة المصرية في ملف سد النهضة، واللي اتخرج كتير حقيقة يبرر بعض الأمور الخاصة بتوقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا. بالأمس كان في بودكاست أعلن فيه تصنيف قنبلة، تصنيف مخيف لمصر على مستوى العالم. الدكتور عباس شرائي اللي طالما دافع عن السيسي والحكومة المصرية في ملف المياه، بالأمس بيقول أن مصر أصبحت الدولة الأولى في العالم الأكثر جفافا. مصر اللي فيها نهر النيل، مصر اللي فيها بحرين، بحر أبيض وبحر أحمر. مصر النهاردة أصبحت الدولة الأكثر جفافا في العالم. أيوة، للأسف الشديد دي حقيقة محزنة جدا جدا، وما قاله الدكتور عباس شرائي في هذا الصدد هو الأخطر حقيقة. ليه بقى؟ لأن النهاردة احنا بنتكلم على تصريح وتصنيف مصر عالميا في الجفاف. أضف إلى ذلك تصريحات وزير الري المصري اللي قال أن مصر دخلت في الثورة المائية للفقر المائي والشح المائي. فأنت عازم عندك النهاردة أصبح في قمة الخطورة تصريحات الحقيقة يعني بتقول ان احنا للاسف الشديد اللي حصل النهارده في شلشمون في منية القمح في الشرقيه، او اللي حصل في الجيزه، او اللي حصل في المنوفيه او في البحيره. جفاف النيل النهارده مش ارتباطا. النهارده للاول مره في التاريخ، ما قبل التاريخ وما بعد الميلاد وقبل الميلاد، لاول مره ياتي مسؤول مصري رئيسا كان ان هو يدي الشرعيه لاثيوبيا لبناء سد لنهر النيل. تتكلم النهارده على امر في قمه الخطوره، ان يبقى النهارده مصر دخلت في الجفاف، بل اصبحت الدوله الاكثر جفافا في العالم. والكلام ده بيقوله عباس شرائي، هو استاذ جيولوجيا ومتابع الملف كويس جدا جدا. ولا احد يتكلم ولا احد عايز يقول هو مين اللي وصلنا لكده؟ مين اللي خلانا النهارده نوصل لهذا الحد؟ مين اللي خد الجرأة التي لم يأخذها أي محتل سابق لمصر؟ يا راجل احتلنا الإنجليز والفرنسويين، وقبل كده كل الحضارات القديمة جت، الرومانية واليونانية، وجت لنا الفارسية والعثمانية. معظم أكثر من 17 إمبراطورية عالمية احتلت مصر. ما حد جرؤ إنه يروح يدي الحق لإثيوبيا في بناء سد نهر النيل. النهاردة خلاص أصبح محبس النيل كله مع إثيوبيا. وبالتالي كلام الدكتور عباس شرائي في قمة الخطورة. كلام ما يفوتش كده، ان مصر تصبح الدولة الاكثر جفافا في العالم، الدولة الاولى في العالم في الجفاف، الدولة اللي فيها نهر النيل، اللي قامت حضارتها كلها على نهر النيل. انت بتتكلم النهاردة على بلد هي هبة النيل. مين اللي اعطى لاثيوبيا هذا الحق انها تتحكم في مياه مصر؟ ما حدش عايز يتكلم، ولا حد عايز يعترف بالحقيقة، ولا حد بيتكلم على الورطة، ولا حد عايز يعترف ان يوم 23 مارس 2015 كان يوما اسودا من الايام السوداء في التاريخ المصري المعاصر. محدش قادر يقول هو ليه السيسي عمل كده، هو ليه عمل ما لا يفعله الانجليز ولا الفرنسويين ولا اي محتل اخر، وراح ادى الحق لاثيوبيا انها تبني سد على النيل، ولك اتفاق المبادئ وحط شويه شروط. وللاسف الشديد الشروط ما فيهاش اي ضمانات لمصر، ولا فيها اي نوع من انواع الجزاءات ولا الغرامات ولا العقوبات اذا لم تلتزم اثيوبيا. راح وقع بشكل احادي على هذا الموضوع. الموضوع والاخطر حقيقه، احنا بنتكلم الان على مصر ان تكون الدوله الاكثر جفافا في العالم، دون مساءله، دون معاقبه، دون ان حد يقول طب مين اللي ورطنا؟ مين اللي وصلنا للحاله دي؟ مين اللي خلى نهر النيل النهارده اصبح موجود في ايد اثيوبيا والحنفيه كلها مصدرها اثيوبيا؟ ولا حد بيتكلم. انما هذا كان التصريح الاخطر للدكتور عباس شرائي اللي قاله الخاص بتصنيف مصر عالميا انها اصبحت الدوله الاكثر جفافا. الحقيقه شيء محزن ان يكون بلد النيل ومصر هبه النيل تكون توصل النهارده الدوله الاكثر جفافا في العالم.